بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسك بقى تاكلي كده كنافة مقرمشة وفي نفس الوقت كده تكون بتدوب كده هوت في البق، تعالي بقى النهارده شوفي الوصفة بتاعت النهارده. هتعملي كنافة بجد والله احلى من بتاعت بره بألف مرة. واخدة بقى لون جميل ذهبي كده من بره ومن جوه، والتسوية بتاعتها مظبوطة. وكمان في تريكة كده مهمة هتخلي الكنافة معاكي دي دايبة كده وناعمة ومقرمشة في نفس الوقت. عايزه اوريكم قد ايه الكنافه كده هوت، على قد ما هي مقرمشه على قد ما هي بتدوب كده هوت، مش ناشفه كده على السنان ولا اي حاجه. وهتبقى شاربه معاكي كده، الشربات بتاعها مظبوط جدا بجد. عايزه اقولك الكنافه دي لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ابدا. وده كده شكلها بعد ما باتت كده اهوت لتاني يوم الصبح. بصوا عامله ازاي، بجد جميله جدا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. ولو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده اهوت هنبدا نعمل مع بعض الشربات او السيرب. وهيبقى معانا كوبايتين سكر وعليه كوبايه ونص ميه ونقطتين فانيليا كده اهوت، وربع معلقة صغير كده من الملح الليمون او نص ليمونة كبيرة. هقلبهم كده تقليبه بسيطه كده من نص الحله، عشان خاطر السكر لازم نحركه كده عشان ما يلزقش معانا في الكسرولة وهي على النار. هرفعه كده على نار كده متوسطة. وبعد ما بيغلي هحسب له كده 7 دقايق كده وهطفي عليه. وبرده في وسط يعني وهي على النار كده تبدأي تقلبي تاني عشان لو في سكر ما دابش ولسه لازق تحت. بعد كده بقى طلعت معايا من الفريزر نص كيلو كنافة. الكنافة دي كانت متفرزة عندي في التلاجة بقالها فترة. لو انت جايباها لسه طازة حطيها في الفريزر كده ساعتين 3 لحد ما تنشف كده معاكي وتفركيها بكل سهولة. لو انت ايدك مش بتتحمل الحاجة الساقعة ومتلجة، تقدري برضو هقولك تعمليها ازاي من غير ما ايدك توجعك من السقعية. انا عارفة الجو ساقعة وممكن تبقى صعبة شوية على ناس. ممكن بقى تمسكي كده سكينة وتقدري بالسكينة كده تقطعيها، هتتقطع يعني هتنزل كده تتفرفت معاكي بنفس الطريقة اللي احنا بنفركها بيها. الطريقة بقى اللي تريحك اعملي بيها. بعد كده بقى هتأكد بقى لو في اي تكتلات او في حاجة كده ناشفة، هتخلص منها خالص. عشان لو في حاجة كده ناشفة وما بتتفرجش معايا زي دي كده، بتبقى بعد كده مش لطيفة في الاكل وبتبقى ناشفة. فهتبقى لو معاكي حتة كده ولا اتنين ناشفين اتخلصي منهم خالص. معايا بقى كده معلقتين كده من السكر البودرة، ولازم تنخليهم او تضربيهم في الكبة كده لان بيبقى فيه تكتلات كده من الركنة. السكر كده بيحجر كده وبيبقى فيه حاجات كده بتنشف. بتفركيهم كده في المصفى السلك يعني، يا اما تعملوهم في الكبة عشان التكتلات اللي فيها دي مش هتفك معانا وهتبقى محجرة كده في الاكل. لو ما عندكيش سكر بودرة تقدري السكر العادي بتاعنا تحطي كده حبة في المطحنة او في الكبة وتضربيهم كده هينعموا معاكي وتستخدميهم على طول. خلاص كده كل التكتلات فكتها وخدنا المعلقتين كاملين. هبدأ بقى خطوة مهمة، اوزع السكر ده كده كويس ويعني اوزعه بشكل مظبوط كده على الكنافة كلها قبل ما اضيف اي مادة دهنية او اي حاجة. وهقول لكم على تريك كمان حلوة جدا واحنا بنضيف المادة الدهنية، هتخلي بقى الكنافة تطلع معاكي كده دايبة كده وناعمة وما تبقاش ناشفة ابدا على السنان، رغم هتبقى مقرمشة وفي نفس الوقت هتبقى بتدوب كده معانا دوبان. عبال ما حضرنا قطعنا الكنافة وعملنا السكر، كانت معايا الشربات طفيت عليه. بصوا بقى شكله عامل ازاي، ده كده بقى سخن، هسيبه يبرد عبال ما نكمل بقية مكونات الكنافة بتاعتنا. معايا كده كوباية كده من السمنة. السمنة دي مخلوطة، انا كنت مسيحة الزبدة وهبقى انزل لكم ان شاء الله الفيديو اللي انا سيحت فيه الزبده وخلطت فيه السمنه. عايزه اقول لكم طعمها وريحه السمنه دي كانها كلها بلدي صوفي. التركه بقى اللي انا بقول لكم عليها ان احنا مش هنحط السمنه على النار ونسيحها ونحطها سخنه ولا دافيه. حتى انا اخدت السمنه كده من العلبه ونزلت كده بيها على طول. الخطوه بقى دي مهمه، هناخد بقى وقتنا كده كاننا بنبسه كده الكحك بتاع العيد. هتبسي كده في السمنه مع الكنافه. بس طبعا اهم حاجه في الوقت ده الكنافه تكون ضاعت منها السقعيه. احنا طبعا اول ما فرقناها كانت متلجه، فسبتها كده السقعيه طارت منها خالص، بقت برضو بدرجه حراره المطبخ. نزلت عليها بالسمنه بدرجه حراره المطبخ وهبدا بقى كده افرك فيها. وزي اللي انا ببسها كده الحركه دي بتدي نعومه حلوه جدا للكنافه. وفي نفس الوقت كده هتبقى مقرمشه معانا كده وتبقى جميله زي ما شفتها معايا في اول الفيديو.
خلاص بقى كده خلاص وزعت كل سمنه كويس، ولو بحس في حته سمنه مكلكعه كده في حته بفركها كده كويس مع بقيه الكنافه. خلاص كده بتتظبط معايا. هحط هنا معلقه سمنه كده هدهن الصينيه معلقه سمنه كويسه، مش شرط كتير لان احنا واخدين ايه حاطين يعني مغلفين الكنافه كويس بالسمنه. هبدا بقى كده مش هنزل بالكنافه مره واحده، انا هنزل بيها حبه حبه كده وانا بفركها بايدي، عشان لو في حاجه إيه انا ما يعني ايه كانت مكلكعه معايا من السمنه او حاجه، او يعني افركها كده بايدي وانا عامه. عايزه اقولك والله العظيم احلى من اللي بتتجاب من بره بألف مره. جربوها بس يعني بالتركات الصغيره دي هتفرق معاكي جامد. خلاص بقى انا حطيت كده ايه نص الكنافه، وممكن يكون اكتر شويه. اهم حاجه عندنا من تحت كده تكون الطبقه حلوه. هبدأ بقى كده ايه مش هضغط عليها جامد في الوقت ده، انا بطراطيف صوابع كده بس بسويها. الحشوة بقى دي زي ما انت حابة، انا حطيت حبة زبيب وحبة جوز الهند خشنة كده او ناعمة المتاح عندك، وشوية سوداني او فول سوداني. التركه بقى دي مهمه جدا، هحط معلقه كده من عسل الجلوكوز او عسل الجلوكوز. بس كنت لو انا بقى ايه يعني ما كنتش استعجلت كنت هحط برطمان العسل ده نفسه في ميه دافيه كده عشان خاطر يحل معانا، لان الجو ساقع والعسل في الوقت ده بيبقى ايه متجمد شويه بالذات عسل الجلوكوز. فالمهم ان انا وزعت كده يعني ده المكسرات مع العسل وفركتهم بالشكل ده، وهبدأ احطهم بقى في الصينية بس هوزعهم كويس. عايزة اقول لكم انا مش حابة ان انا كنت يعني ازود قوي الحشوة. لو انت حابة تزودي براحتك كمية الحشوة دي تقدري تزودي براحتك، او تحطي نفس الكمية دي. لو نفترض ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تحطي عسل نحل او شربات تقيل من بتاع الحلويات. هاخد بقى بقيه الكنافه كده هوزعها بالشكل ده، وحاولي كده ايه اهم حاجه نغطي كل المكسرات اللي على الوش. مش شرط انها تبقى طبقه عاليه، بس تكون طبقه متساويه كده وما نخليش المكسرات باينه خالص عشان ما تتحرقش معانا. هوزعها بالشكل ومش بضغط برضو خالص في الوقت حاجه. بعد ما اسويها كده بطراطيف صوابعي هبدا بقى اضغط بقى في الوقت ده كده براحتي. كده بقى الطريقه دي كده احسن، بتخلي كده المكسرات داخله في النص كده وبتبقى الطبقه بتاعتها متساويه جدا، والنتيجه في الاخر بتبقى مظبوطه. خلاص بقى كده انا ضغطتها كده كويس. تعالوا بقى نشوفوا درجة حرارة التسوية تبقى عاملة ازاي. هدخلها على درجة حرارة متوسطة، وهسيبها كده تاخد اللون الذهبي ده كده زي ما انتم شايفين كده براحتها. ما تعليش النار عشان ما تبقاش واخدة لون من بره غامق وتبقى من جوه بيضة كده زي ما هي انتم شايفين واخدة اللون الجميل حابة بقى تحطي الشربات عليها وهي في الصينية، حابة تقلبيها كده انا بحب اقلبها كده عشان يبقى ايه تبقى يعني اقدر بقى اقدمها كده بكل سهولة. بصوا بقى بجد جميلة جدا، والتسوية بتاعتها من فوق ومن تحت مظبوطة. حاولي طلعها كده اللون بتاعها كده الذهبي بتاعها غامق شوية، لان هي لما بتبات يعني بتفتح كده ايه سنة كده تاني. فانا بحب بصراحة ايه اخد اللون ده كده وبيبقى لونها جميل، وبتبقى مقرمشة وفي نفس الوقت كده دايبة. بجد والله يعني مش مثلا مقرمشة بقى وناشفة توجع السنان، لا مقرمشة وفي نفس الوقت كده بجد ناعمة كده ودايبة. شايفين عامله ازاي بجد يعني حاجه كده بتدوب في البق. في الوقت ده كانت لسه يا دوبك ايه سخنه، يعني ما لحقتش تبرد قوي، بس من جمال ريحتها كده وشكلها الاولاد ما رضوش يستنوا لحد ما تبرد. حابه بقى اوريكم كمان لما بردت كده انا كنت عاملاها بالليل، ودي كده كانت تاني يوم الصبح. بصوا التسويه بتاعتها عامله ازاي. طبعا لما هي اخدت لون من الجوانب كده شغلت عليها الشوايه في اخر وقت وادتني اللون الجميل انا حابه بس عايزه اوريكم بصوا قد ايه هي دايبه، يعني انا بدوس عليها كده عشان اوريكم بس قد ايه، على قد ما هي مقرمشه ويعني فيها قرمشه ومتماسكه، بس برضو كده طريه وبتدوب في البق. يا ريت بقى الفيديو لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. كمان القناه لسه جديده بقى ومحتاجه افعلها، وان شاء الله مش هعرف افعلها الا بدعمكم ليا. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.